من بعد ما هرب ياسين من الدار وهو مرعوب، ما قدر حتى واحد يفهم شنو وقع عليه. كان ساكت وجهه شاحب، وكل مره كيسمع شي صوت كيدور بسرعه بحال الا شي حد كيشبعو. دازت 3 ديال الايام وياسين ما بقاش كينعس كاع. كل ليله بالضبط مع 3 أو 33 دقيقه كان كيسمع نفس الطروقه، طاق طاق في الباب، ولكن ماشي على الباب ديال الدار، على الباب ديال الغرفه ديالو. مني كيمشي يشوف من العين السحريه ما كيلقى حتى واحد، ولكن في الليله الرابعه قرر يفتح الباب. ما كان حتى حد اكيد، غير ورقه قديمه مطويه فوق الارض. حلها بيديه كيترعشو، وكان مكتوب فيها رجع، راه مازال واحد باقي تما. ياسين عرف باللي الرساله كتقصد صاحبه اللي اختفى. لغا تجمع جوج من صحابه قال لهم الحقيقه كامله. الاول رفض يرجع، الثاني قال ليه الا مشينا يمكن حتى حنا ما نرجعوش. ولكن ياسين كان حاس بالذنب، قرر يرجع بوحدو. وصلوا قدام الدار مع النص ديال الليل. الغريب في الامر الباب كان محلول. دخل بشويه وكان كلشي هادي بشكل مخيف. طلع للطابق الثاني، منين وصل لقى المرايه اللي شاف فيها الانعكاس ديالو، ولكن هاد المره المرايه ما كانتش كتعكسو، كانت كتعكس غرفه اخرى، غرفه مظلمه وفي وسطها صاحبو اللي اختفى. كان واقف كيشوف فيه وما كيهضرش. ياسين بدا كيغوت باسمه. فجأة صاحبو رفع صبعو على فمو وقال راه واقف موراك. ياسين تجمد في بلاصتو، ما قدرش يدور. حس بالنفس بارد كينفخ ليه في ودنو، وسمع صوت خافت كيقول اخيرا رجعتي. ياسين ما قدرش يدور، بقى واقف بلا حركه وقلبو كان غادي يخرج من بلاصتو. الصوت كان قريب بزاف، قريب حتى للدرجه حس بالنفس ديالو فوق عنقو. وفجاه جمع الشجاعه ديالو ودار بسرعه، ولكن ما كان حتى واحد. الغرفه كانت خاويه، غير المرايه، ولكن هاد المره المرايه ما بقاتش كتوري الغرفه، كانت كتوري ياسين واقف ولكن ماشي بوحدو. ورا الدار ديالو كانت واقفه واحد المراه لابسه لباس اسود وشعرها طويل مغطي كاع وجهها. ياسين دار بسرعه باش يشوفها في الحقيقه، ماشي غير في المرايه والو. من يرجع عينيه للمرايه لقاها قربت ليه كتر، بدا كيرجع باللور حتى لصق في الحائط. وفجاه المرايه بدات كتشق بوحدها، طاق طاق طاق، درست كامله. ومع كل شرخ كان كيتسمع صوت ضحكه خافته. مره واحده هرسات المرايه، ولكن الغريب في الامر ما طاح حتى زجاج على الارض. كل قطع بقات واقفه في بلاصتها بحال الا شي قوه خفيه شادها. وفي وسط القطع بان وجه صاحبو المختفي، كان كيبكي وكيقول بصوت ضعيف هرب قبل ما يفوت الوقت اخويا ياسين. ياسين بدا كيجري جهه الدروج، ولكن منين هبط للطابق الاول ما لقاش الباب. بلاصه الباب ولا لقى غير واحد الحيط. بدا كيغوط ويضرب الحيط بيديه حتى سمع صوت خطوات جايه من الفوق، خطوه خطوه خطوه، كل مره كيقرب اكثر. جمع شويه ديال الشجاعه وطلع يشوف شكون عاوتاني، ولكن منين وصل ما لقى حتى حد عاوتاني، غير واحد الباب صغير عمرو ما شافو قبل، كان مكتوب عليه بخط احمر ممنوع تفتح. ياسين مد يدو وقبل ما يقيس كاع داك الباب، وقبل ما يقيس كاع ياسين داك الباب، سمع واحد صرخه قويه خرجت من الداخل ديال الباب. الصرخه خلات الدار كامله تهز، وفجاه تحل الباب بوحدو وكان الظلام كيغطي كلشي. ومن داخل داك الظلام خرجت واحد اليد بيضاء طويله بزاف وشدات ياسين من دراعو. اليد شدات ياسين واحد القوه وحاول يهرب، ولكن كان كيتجر داخل الغرفه المظلمه. بدا كيغوت باعلى صوته، ولكن ما كان كيسمع حتى الصدى ديالو. منين دخل الباب تسد بقوه، باح ولا كلشي ظلام. بعد ثواني بدا كيبان الضوء خافت من بعيد، قرب بشويه ولقى واحد الممر طويل وعلى الجانبين ديالو شي ابواب قدامى، كل باب كان مكتوب عليه واحد الاسم. وهو كيدوز بانت ليه اسماء غريبه، حتى وقف فجاه لقى باب مكتوب عليه ياسين. رجع لورو وهو مرعوب، قال كيفاش سميتي هنا؟ قبل ما يتحرك الباب تحل بوحدو من الداخل. كانت غرفه كتشبه لغرفته بالضبط، نفس السرير نفس الخزانه، حتى الصوره اللي مع والديه كانت معلقه فوق الحيط. دخل وهو كيرتعش.
دخل وهو كيرتعش بالخوف. فوق الطابلة كانت مذكرة قديمة حلها، وأول صفحة كان مكتوب فيها اللي كيدخل لهاد الدار كيبقى جزء من روحه هنا. قلب الصفحة الثانية لقى الصور ديال الناس ما كيعرفهمش، ولكن آخر الصورة كانت الصورة ديالو وتحتها التاريخ غدا. تجمدت في بلاصتو وفجأة سمع واحد كيهضر من وراه. عجباتك الصورة؟ ضرب بسرعة ولقى صاحبو اللي كان مختفي، ولكن ما بقاش هو. وجهه كان شاحب وعينيه سود كاملين. قال ليه بصوت غريب انا حاولت نهرب ولكن فات الوقت. ياسين بدا كيرجع للور بالخوف، وصاحبو قرب ليه وهمس الا بغيتي تعيش خاص شي واحد اخر يدخل ببلاصتك. وفي هاد اللحظه سمعوا صوت هاتف كيرن من جيب ياسين. خرج الهاتف، كانت الرساله من مراق مجهول مكتوب فيها حنا قدام الدار فين لقاو. كانوا ياسين بقى كيشوف في الرساله ويديه كيترعش. كان عارف الا دخلوا صحابو للدار غادي يوقع ليهم نفس اللي وقع عليه. بسرعه جاوبهم ما تدخلوش، هربوا مننا. ضغط على زر الارسال ولكن الرساله ما تصيفطاتش، بلاصتها ظهرت كلمه واحده مرفوض. فجأة الهاتف طفى وبدات كتسمع ضحكه جايه من اخر الممر، ضحكه بارده ماشي ديال انسان. وفي هذه اللحظه سمع صوت الباب الرئيسي ديال الدار كيتشحل. عرف ان صحابو وصلوا، بدا كيغوت باعلى صوت ديالو. هربوا ما دخلوش، ولكن ما خرج حتى صوت من فمو، بحال الا شي حاجه سرقات ليه صوتو. اما في الطابق الاول كانوا جوج ديال صحابو داخلين وهم كيناديو ياسين فين انت. فجأة سمعوا نفس الصوت اللي سمعوا ياسين اول مره. علاش جيتو؟ وقفوا كاملين داروا الفلاشات ديال الهواتف. ما كان حتى واحد غير اثار اقدام فوق الغبره كيشوفها كتكمل قدامهم، بحال الا شي شخص خفي كيمشي والاثر ديالو كيبان فوق الغبره. ولكن شكون اللي كيمشي؟ الله. واحد فيهم قال لصاحبو خاصنا نخرجوا دابا، ولكن من رجعوا للباب لقاو الباب ما بقاش في بلاصه الباب ولا عاوتاني غير الحيط قديم. اما ياسين فكان كيشوف هادشي كامل من شباك صغير في الطابق الفوقاني. بدا كيضرب في الزاج باش ينبههم، وفجأة شاف شي حاجه خلات الدم يتجمد في عروقه. الشخص اللي وقف مع صاحبه ما كانش صاحبهم الحقيقي، كان واحد كيشبه ليه 100%، ولكن ملي دار وجهه نحو ياسين ابتسم وكانت عينيه سوداويين بالكامل. وفي نفس الثانيه تلف راس داك خونا اللي شاف ليه ياسين في عينيه وهما كحلين. دار راسو 360 درجه ودار راسو غير بشويه وقال بصوت ماشي ديالو دابا وصل الدور ديالهم. وفجأة طفات جميع الفلاشات وغرقات الدار كامله في الظلام. شافوا في الحلقه الجايه.